السلام عليكم البنات، كي راكم؟ ان شاء الله راكم بخير عليكم. مرحبا بكم في قناتي. اليوم جيتكم بان نوفال فيديو وغسالة جديده. اليوم غادي نديروا البنات لي ميني كيش بالعجينه تاع سمحوا لي بنات، لاباط بغيزي تجي بزاف بنينه هاد العجينه، وتقدروا تخلطوا فيها الاضافات اللي حبيتوا. كيما راكم تشوفوا هنا البنات، عندي 225 غرام تاع فرينه، عندي 125 غرام تاع زبده، وهنا عندي ملعقه كبيره تاع مايزينا. البنات الفرينه تكون ضعف تاع الزبده، وهنا عندي بيضه واحده، وعندي الماء. ممكن تحتاجوه وممكن لا، ممكن غير البيضه تجمع لكم على حساب اذا كان الفرينه تاعكم تشرب ولا لا. وبلا ما نساو رشه تاع الملح. هنا درت البنات هذيك مايزينا، وهنا نزيدو الزبده تاعنا مع لافارين، ونحاولوا نبسوهم كما غادي تشوفوا في لا فيديو. والبيضه والصوالح الاخرين حتى نبسوا الفرينه والزبده، ومن بعد عاد نبداو نضيفوا صوالح الاخرين. وخليكم معايا. وهنا البنات كما راكم تشوفوا في لا فيديو، بعد ما بسست العجينه تاعي البنات، انا حبيت ندير هنا لاباط بغيزي بلا اضافات. نتوما هنا في هذه المرحله تقدروا تضيفوا الزعتر ولا فلفل اسود ولا النكهه اللي حبيتوها. راه عندي ديجا وصفه هنا درتها بالزعتر في القناه تاعي، شوفوها. بون هنا البنات شوفوا كيفاش بسستها. بعد ما تحسوا الزبده دخلت في الفرينه، هنا البنات غادي نضيف ملعقه صغيره تاع الملح، ولا تحبوا تضيفوا فلفل الاحمر كما قلت لكم، الزعتر، الجبن. راني تاني مشاركه معكم زوج تاع لي فيديو، بات بغيزي بالفرماج، وبات بغيزي راني شاركه معكم بالزعتر. هنا انا اكتفيت نخليها سامبل هكا تعجبني خير. وهنا نبداو نضيفوا المكونات تاعنا. هنا نديروا البيضه تاعنا كما راكم تشوفوا، ونبقاو ما نعجنوش البنات، ما تعجنوش لاباط بغيزي، تبقاو تدخلوا غير تحاولوا تجمعوا العجينه تاعكم بلا ما تعجنوا كما غادي تشوفوا في لا فيديو. واذا البنات شفتوا هنا كما انا البيضه ما جمعتليش الخليط تاعي كومبلي، زدت حوالي 2 معالق كبار تاع ما بارد نورمال، ماشي بارد في الفيجان. ديجا رانا في المشتى ما بارد عادي كما راكم تشوفوا. راني هنا جمعتها بلا ما نعجن. هنا بعد ما تسمت عندي العجينه كما راكم تشوفوا، دروك غادي نديروها في السيلوفان البنات ونخبيها في الفريجيدار بدون ما نوجد الحشو. خليكم معايا. ولا هنا البنات نجيو نوجدوا الحشو تاعنا كما راكم تشوفوا. اليوم حبيت نعملهم بلي زيبينار. هنا عندي السلق كنت قطعته، وهنا عندي بصله متوسطه، وهنا عندي البنات صدر تاع الدجاج قطعته مرصويات صغيورين كما راكم تشوفوا. الحشو كما حبيتو، انا حبيت ندير هذا كما راكم تشوفوا. هنا نبداو في الوصفه تاعنا البنات. ديروا شويه زيت الزيتون. انا درت زيت الزيتون، نتوما تقدروا تعملوا زيت نورمال، انا درت زيت الزيتون. نحبها هكا مع السلق تعطي نكهه بزاف شابه. هنا زيد ثاني نصف ملعقه صغيره، نصف ملعقه كبيره تاع الزبده هكا باش زيت الزيتون ما تنحرقليش. وهنا غادي نزيد عليها البصله كما غادي تشوفوا. وهنا نقليو البصله تاعنا شويه حتى تتبع البنات، ومن بعد عاد نزيدو نضيفوا المكونات الاخرين. فوالا هنا البنات راهي دبالت البصله تاعنا كما راكم تشوفوا في لا فيديو. هنا نضيفوا عليها السلق، ما ديروش الملح البنات مع السلق خاطر يجي مالح. انا ديجا درت شويه ملح في البصله. هنا درت وزدت عليه بعد ما دبلت، زدت عليه هنا السلق. البنات راه يبان لكم بزاف، لا غادي يذوب
دروك غادي البنات نغطي عليه ونخليه يطيب. فوالا سي بون. هنا البنات السلق تاعي راهو داب كما راكم تشوفوا. هنا نجيبوا الدجاج تاعنا مع زوج سنينات تاع ثوم رابين، ولا نديروا بودره تاع الثوم كما حبيتوا. دروك غادي نقليهم مع بعض كما غادي تشوفوا في لا فيديو. ونزيد عليهم البنات فلفل الكحل، عليهم ثاني هنايا عندي ملعقه صغيره تاع سكينجبير. ما كترش البنات بزاف لي زيبيس هكا باش تبقى النكهه تاع المكونات. نزيدو هنا شويه تاع ملح، ما نكثرش ديجا راني دايره الملح في الاول، ونقليهم كما راكم تشوفوا في لا فيديو. هنا البنات زدت لهم شويه زيت الزيتون هكا باش يتقلاو غايه، وقلت لكم اذا ما تحبوش زيت الزيتون ما ديروهاش. سي بون. هنا راهي تقلات الحشوه تاعنا كما راكم تشوفوا. راهي بزاف بنينه البنات. دروك غادي نزيد لها واحد الاضافات اختياريا، اذا حبيتوا اذا زيدوهم اذا ما حبيتوش ما تزيدوهمش. هنا البنات عندي رشه فلفل الاحمر، ولا يكون شويه حار، ولا عندكم هريسه ديروا هريسه. وهنا نديروا ملعقه تاع جبن اللي حبيتو، ولا لي مورسو. انا عندي جبن سائل درت معلقه واحده. نتوما اذا عندكم مثلث ديروا زوج ولا ثلاثه. وغادي نحركوا الخليط تاعنا ومن بعد نخليوه ونتلاقاو البنات في العمليه تاع تشكيل القوالب. راني وليت لكم هنا البنات باش نديروا نخدموا لاباط تاعنا كما راكم تشوفوا البنات. لاباط تاعنا خليتها ريحت غايه الغايه في الفريجيدار غير من تحت كما راكم تشوفوا، وفرشت من تحت السيلوفان ومن فوق سيلوفان وغادي دروق نورقوها كما راكم تشوفوا هكا تساعدكم خير. وكي تكون البنات كي تكون في الفريجيدار هكا ما كي طيبوها ما تهود لكمش بزاف كما غادي تشوفوا هنا في لا فيديو. نورقوها السمك 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر، وخليكم معايا. فوالا البنات كما راكم تشوفوا هنا العجينه تاعنا راهي بزاف شابه. هنا القوالب تاعنا البنات اذا كان تخافوا القوالب تاعكم يلصقوا رشوهم بالفرينه، واذا ما يلصقوش كما تاعي ديروهم ديراكتومون كما راكم تشوفوا. عمليه التشكيل راهي باينه. هنا البنات بعد ما تشكلوا القوالب تاعكم كما راكم تشوفوا غادي نثقبوهم هنا بالفرشيطه ولا الكيردون، تثقبوهم غايه الغايه. وهنا البنات بعد ما تثقبوهم ما طيبوهمش ديريكتومون، دخلوهم عاود للفريجيدار واحد ربع ساعه، من بعد عاد تدخلوهم للفرن تكونوا ديجا مسخنينهم قبل. وكي تطحيهم البنات في الفرن نقصوا الفرن، شعلوا له غير من التحت البنات، وشعلوا له من التحت. وكي تشوفوا ما كبداو يحمروا في الجوانب نحيوهم، واذا حبيتوهم نص طياب غير شويه ونحيوهم. سي بون البنات هنا راني طيبتهم راكم تشوفوا البنات، وحدين حمرتهم بزاف وحدين غير شويه. وشوفوا البنات كما قلت لكم بالطريقه هذه ما يهودوا لكمش. كاين اللي طيبتهم بزاف كاين اللي طيبتهم شويه، على حساب. كيما اللي طيبتهم بزاف غادي نديرهم هذا النهار، واللي ما طيبش بزاف نديرهم واحد نهار واحد اخر. كما راكم تشوفوا البنات جاو بزاف يديو بزاف هشاش، ولا باطغي وحدها راهي بنينه. هنا البنات هي ديال الحشوه تاعنا اللي كنت ديجا وجدتها راهي بارده، خص تكون بارده هكا باش ما يرطبولكمش. كما قلت لكم البنات لاباط جات بزاف شابه، وجات الشغل كيما لاباط فايتي هكا منتفخه وهشيشه.
بون هنا البنات طريقه تاع التعمار كل واحد كيفاش يدير الحشوه اللي حبيتوها. مهم نعمروهم ومن بعد وخليكم معايا باش نوجدوا البنات لاباغي كيش هذه اللي غادي نعطيها لكم هذا النهار. تجي بزاف بنينه وحاجه جديده وغادي تشوفوها معايا كلش البنات. هذا لاباغي كيش اللي غادي نوريها لكم البنات تجي بزاف بنينه وما فيهاش البيض. وخليكم معايا. سي بون هنا البنات بعد ما عمرت لي ميني كيش تاوعي جيت هنا نوجد معكم لاباغي كيش. هنا ديروا اي كريمه طبخ. انا عندي هاد الكريمه تاع الطبخ هذه تاع لو ماتر. نتوما ديروا اي وحده حتى الكريم فخاش عاديه. ديروا الكميه على حسب لي ميني كيش دي عندكم كبوها. انا ما كانتش عندي معمره كان عندي حوالي نصف ساعه كما راكم تشوفوا. وخليكم معايا غادي نزيدوها اضافات. هنا عندي البنات جبن مبشور. هنا درت جوده والجوده خطر يجي مالح ويجي بنين يعطيها نكهه بزاف شابه كما راكم تشوفوا. ونزيدو هنا ونزيدوها على لا كريم فريش ونخلطوا ونزيدوا لها البنات شويه غير شويه حليب حوالي 3 معلقات ولا 4 معلقات على حسب الكريمه الكميه دي عندكم ونخلطوها كما غادي تشوفوا في لا فيديو. ونكوها ما نساوش هنا راني درت غير فلفل اسود كما راكم تشوفوا ما تنكوهاش بزاف ورشه تاع ملح على خاطر ديجا الفرماج مالح ما تكثروش الملح. وهذه هي ونخلطوها كما راكم تشوفوا. وكما قلت لكم البنات اذا جاتكم ثقيله خفوها بالحليب خاطر كاين كريمات الطبخ اللي يجيو خفاف وكاين كريمات الطبخ اللي يجيو ثقال كما حبيتو نتوما. على حسب دي استعملتوها. انا زدت الحليب حوالي 4 معلقات. وهنا غادي نكبهم هكا فوق لي طارطولات كما راكم تشوفوا عفوا لي ميني كيش تاعنا. وهي باينه الطريقه كبوهم غير شويه من الفوق. والبنات هنا عندي الميني طارت تاعنا سمحوا لي لي ميني كيش تاعي راهم طايبين. صافي دير دروك نشعلهم غير من الفوق ونخليهم يتحمروا وخليكم معايا. سي بون البنات انا راهم طابوا ما خداوليش وقت بزاف في الفرن. اذا كان الفرن تاعكم سخون شعلوا له كما قلت لكم غير من الفوق غير باش يحمروا كما راكم تشوفوا. البنات هاد لي ميني كيش يجيو بزاف بنان وما يباتوا ما يرطابوش كيما نطيب ما يرطابوش على خاطر طيبت لاباط غايه الغايه طيبتها مليح قبل ما ندير فيها الصوالح باسكو كان تخليوها شويه خضراء ولا نص طياب كي ديروا فوق الحشو والحشو تزيدوا لاباغي كيش ترطاب لكم. وديروا كما انا درت هكا باش يقعد لكم مقرمشين ميم اذا باتوا وعاود سخنتوهم نورمال يجيكم مقرمشين. البنات شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. نتمنى البنات الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم وتجربوها. وتخليوا لي كومونتير ولي جام. واللي ما راهيش مشتركه في قناتي تخلي لي اشتراك ودروك معايا غير نقول لكم تهلاو في رسالكم تلاقاو في الفيديو الجاي. وقبل ما نكمل الفيديو البنات غادي نقص لكم هنا واحد الحبه باش تشوفوا كيفاش جاو من الداخل. تهلاو في رسالكم وبسلامه.